مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ الحقيقه كنا دايما قبل كده بنسال نقول ايه هو سبب التعصب، ويا ترى جاي من الاهلاويه ولا من الزملكاويه؟ مين هما السبب؟ اكتر الناس كانوا بيقولوا طالع التعصب ده من الزملكاويه، الزملكاويه هم اكتر ناس متعصبين لناديهم وكنا بنبلع الكلام ده ونسكت. ولكن يشاء القدر ان اول امبارح يكون اكبر اثبات ان الزملكاويه خارج التصنيف ده، وان التعصب مش طالع منهم، بل بالعكس هم اللي مدوا ايديهم بالسلام، ولكن الطرف الاخر مد ايده ولكن مش بالسلام، بالشر، بتعمد التعصب. التعصب ظهر وطلع من مين؟ طلع واثبت لنا خلال اليومين اللي فاتوا دول من هو السبب الحقيقي وراء التعصب، من هو السبب الحقيقي ومن هو المستفيد من التعصب اللي بيحصل ما بين الناديين دول بالذات. طلع شيكا اول امبارح مع ابراهيم فايق يتكلم كلام حلو جدا، يتكلم كلام لمس قلوب كل المصريين بل الوطن العربي اجمع، وكل الناس الزملكاويه بداوا يمدوا ايديهم بالسلام وبداوا يقولوا فيها ايه لو الدنيا تبقى هاديه كده؟ طب ما نهدي الدنيا احنا كمان والدنيا تكون لطيفه وتطلع منافسه شريفه ما بين الناديين. الزملكاويه ابتدوا المبادره بعد ما كابتن الفريق ابتداها، بعد ما كابتن الفريق طلع وقال كلام جميل جدا 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 لا يحمل اي نوع من انواع الاساءه لاي شخص ايا كان في الوطن العربي كله، ما فيهوش حرف غلط. انا سمعت اللقاء او اتفرجت على اللقاء اكتر من 3 مرات من حلاوه وجمال شيكابال وهدوء شيكابال وسلامه نفس شيكابال. خلاص طيب، حتى اللعيبه الاهلاويه كانوا بيتفرجوا على اللقاء، والبعض منهم الشيبي، لانه الشيكا قال لك ايه؟ قال لك حتى لو هيوصل الموضوع بين الشحات والشيبي انه انا اعتذر للشيبي انا هبادر واعمل ده. اذا شيكا مد ايده بالسلام. فالشحات بعت لشيكا رساله دعم على طول مع الاعداد على الهواء مباشره، وبيقول له كلامك فوق راسي. مبادره جميله جدا ولطيفه جدا لحد هنا. بعض الاهلاويه برضو التانيين بخلاف الشيبي بعتوا برضو مسج لشيكا على الهواء مباشره. الجمهور بقى عمل ايه؟ طلعت جماهير نادي الزمالك قالت لك ايه بعد اللقاء ده؟ قالت لك على فكره يا جماعه هو بيتكلم صح وهو ده الصح، لازم نمد ايدينا بالسلام، احنا ننافس قشطه مفيش مشاكل، نحفل على بعض بهزار واصحابنا اوكي تعدي. مش هقول لك ان انا هقول لك مبروك بعد ما تفوز، لان دي مش هقدر ازيف لك مشاعري، خلينا اكون واضحه وصريحه معاك، انا مش هقدر ازيف مشاعري، انا مش بحبك وانت ما بتحبنيش، ومش عيب ومش غلط، ما دام ما بنحبش بعض ولكن بنحترم بعض مقبوله. ما دام مش هطلع اشتمك خلاص، بس على الاقل مش هطلع اشتمك، مش هطلع اقول لك مبروك. إذن هنخلي الدنيا هاديه وهنمد ايدينا بالسلام وهننافس منافسه شريفه. ده جماهير الزمالك قالت له. 50% من جماهير الاهلي طلعت قالت نفس الكلام اللي قاله جماهير نادي الزمالك، وال50% الاخرين اللي هم ايه؟ قبيضه، طلعوا قالوا لك ايه بقى لما لقوا الدنيا ايه ده؟ الدنيا هتهدى ما بين جماهير الاهلي والزمالك؟ لا مش هينفع، لا يجوز. امال هنمصلح على مين؟ امال هناخد فلوس ازاي؟ امال هنعمل فلوس ازاي؟ فطلعوا كلهم بوست مبرمج. محدش يصدق شيكا، ده شيكا ده كذا، تنمر بقى، شتيمه، شرف وعرض عادي، كل حاجه مباحه بالنسبه لهم ما دام ايه؟ بناخد فلوس. فيا جماهير الاهلي محدش يصدق شيكا، يا جماهير الاهلي اوعوا تنسوا اللي عملوا فيكوا شيكا. ويبدا يفكر الجمهور بايه؟ فاكرين شيكا عمل ايه زمان؟ اوعوا تنسوا له. وكأن البني ادم اذا عمل شيء فهيفضل ملازمه طول عمره، ونسينا وسقطنا انه شيكا كان رد فعل وليس فاعل. شيكا كان بيتهان في عرضه وشرف مراته ونسب ابنه اللي هو لا انا ولا انت ولا اي كائن على وجه الارض يقدر يتحمله، فطبيعي هيطلع منه تصرفات. قبل ما تلوم لرد فعلي شوف نفسك عملت ايه الاول علشان تكون فير. شوف نفسك عملت ايه عشان كده انا رديت كده. ما انت لو ما كنتش عملت كده ما كنتش انا رديت كده، انت السبب. فرجعوا يفكروا الناس باللي شيكا عمله زمان، وكأن شيكا هو سبب اللوم الاساسي في التعصب. وقالوا لك ايه؟ اوعوا تنسوا، خليكوا ثابتين على مبدأكم، اوعوا تنخوا. اذا في حد مستفيد من التعصب، خد بالك يا جيمي. فبعض جماهير النادي الاهلي بعد ما شافت الكلام اللي بيقولوا على الصفحات على الصفحات دول ايه؟ نخوا فعلا زي ما الصفحات قالت لهم، وقال لك لا نعم للتعصب ولا للاستسلام، وخلينا في طريقنا زي ما احنا يا جماعه، احنا متعصبين وهنفضل متعصبين. اوكي تمام. وبداوا برضو ايه؟ سب ولعن وشتم، كل واحد بيعبر عن بيته، خد بالك يعني. ولكن قله قليله تكاد تكون 5-6 قرروا ان هم ملتزمين بموقفهم، وقال لك ايه؟ لا انا مش هغير موقفي ومش هسمع للصفحات. وعلى فكره هو ده الصح وده اللي المفروض يحصل، اللي هم من الجزء المتربي يعني. فقالوا لك ايه؟ هنفضل زي ما احنا ومش هنخ ومش هنسمع للصفحات، مش هنخلي حد يوجهنا ولا حد يحركنا زي العرايس.
تمام لان هو ده الصح ان البني ادم يشوف الغلط فين ويتغاضى عنه، ولو كان بيعمل غلط يحسن من نفسه، ولكن الغلط بعينه ان انا اشوف الغلط فين وافضل مصمم عليه حتى وانا عارف ان هو غلط، هو ده الغلط بعينه. وهي هنا بقى تكمن ايه؟ التربيه. هنا يكمن دور الام والاب. لو الام والاب كانوا مقصرين فانت هتفضل ايه؟ متمادى في الغلط. ولو الام والاب ما كانوش مقصرين وادوك التربيه الكامله، اذا لما تشوف الغلط هتعدل مسارك وهتحيد عنه. طيب يخلص الموضوع ده عند كده؟ لا، ما هو الموضوع مبرمج. قال لك ايه؟ قال لك شيكا هنطلع باللجان، وبعد كده نطلع بالبرامج. وطبعا لو قلنا برامج يبقى لازم نطلع بمين؟ ابو توكا الذي لا يملك اي محتوى غير شيكا. عشان بس اكون متفقه معاك انه اي انسان بيفضل يتكلم عن شخص اخر 24 ساعه وقايم نايم قاعد واقف رايح جاي على الشخص ده ومسخر حياته يتكلم على الشخص ده، اذا انت غيران ملهاش تاني والتالت. انا حاطط في دماغي شخص، اذا انا يا اما غيران يا اما مهووس بيه، نفسي ابقى زيه. فعلشان كده 24 ساعه بطلع اخبط فيه، ملهاش عندي اي مسمى تاني، واسال علماء النفس. انا لو مهووسه بشخص فانا هفضل اتكلم عليه 24 ساعه. هو ده اللي بيعمله ابو توكا اللي تاريخه كله يحتوي على توكا وبدله رأس وساقطين. ده محتوى تاريخه. حاول يكون ممثل ولكنه فشل، حاول يكون رقاص ولكنه فشل، مع انه راح الوكاله يا عيني وجاب بدله رأس ولكنه فشل. حاول يكون ان هو يعمل نفسه بنوته ويلم شعره ويعمل توكتين ولكنه فشل. حاول يعمل نفسه اعلامي ولكنه فشل. حاول يعمل نفسه مدير فني ولكنه فشل. حاول يعمل نفسه لاعب ولكنه فشل. حاول يعمل كل حاجه ولكنه فشل. حاول يتكلم على شيكابالا ويقلل منه ولكنه فشل، لان في شيكا هيفضل في عقلك، شيكا هيفضل عقدتك النفسيه. فاحنا الحل بتاعنا ايه؟ الحل ان نفتح جوجل وندور على نفتح فيزيتا، موقع فيزيتا والدكاتره النفسيين كتير، لان احنا لازم نتعالج لا محاله. على الاقل شيكا مراته ما بتصرفش عليه. احنا عمرنا ما سمعنا شيكا طالعه مراته المحترمه طالعه تتكلم وتقول لك ايه ده شيكا انا بصرف على شيكا. عمرنا ما سمعناها. لو شيكا قاعد في البيت من غير شغلانه، اللي بتقول لشيكا انت هتشتغل ايه، لو شيكا قاعد في البيت من غير شغلانه فمش هيوصل به الامر ان مراته تصرف عليه. ده راجل اسواني، ده يموت نفسه عشان راجل، عشان ذكر. خد بالك، اصل احنا كده عندنا الرجاله كده، الرجاله ما تسمحش لنفسها ان مراتها تفكر تصرف عليها. تفكر مش تصرف، اوريدي تفكر. على الاقل يوم ما شيكا رقص فهو رقص بالدوري بالكاس، رقص بحاجات الرجاله هي اللي بترقص بيها. ولكن انت يوم ما قررت ترقص جبت لك ساقطين وبدله راس زرقاء. ومن خلال اللي انا بقوله مجلس اداره نادي الزمالك في انباء بتقول ان هو خلال الايام القادمه هياخد قرار خلال كل البرامج اللي بتهين في نادي الزمالك وجماهيره وكباتن الفريق بتاعت نادي الزمالك، وهيقدم شكوى للمجلس الاعلى للاعلام. اعتقد دي خطوه كويسه جدا واتمنى تنفيذها بسرعه جدا، ومش بس على البرنامج ده، على كل البرامج اللي بتحاول بقدر الامكان تهين في لاعبي نادي الزمالك. ومن خلال الموضوع اللي انا بقوله لك ده نتنقل على البرنامج الثاني اللي برضه كان من ضمن برمجه. احنا قلنا بقى ايه الدنيا مترتبه، اللي جنب تطلع بعدها ابو توكا بعدها هيطلع لنا. طيب انا عايزه بس اعلق على جملتين. اولا جماهير الزمالك بتقول لك هو بيطلع في الاعلام ليه؟ اولا معلش لازم نعذره، الراجل الزمالك خد منه السقط واللقط زي ما بيقولوا، نفض جيوبه ما بقاش معاه فلوس. الراجل بيلف على اكل عيشه وبيعمل اعلانات، بيطلع في برامج علشان خاطر يجيب ثمن المام، فشيء طبيعي هيعمل كده، ما حدش يلوم عليه. تاني حاجه انا بالنسبه لي انا بفرح جدا لسببين. اولا علشان خاطر انا بحس ان انا بتفرج على موجه كوميدي، لان هو ملك اللقطه وملك التناقض في نفس الوقت، بيقول الكلمه وعكسها مع نفس الشخص على نفس القناه، فالمواضيع دي بتضحكني، بتجيب ضحك معايا. اوكي. ثالث سبب بقى بالنسبه لي برضو بيجيب ضحك، انه انا بشوف بالنسبه لي استثماري دي اكبر صفقه في تاريخ الوطن العربي كله تم استثمارها. دي الصفقة اللي بسببها نادي الزمالك علم رجال الأعمال إزاي تعملوا صفقات، إزاي تعملوا شغل، إزاي تفتح مشروع، إزاي تحط فلوس في مشروع 2 جنيه، تحط 2 جنيه وتاخدهم ملايين الدولارات تدفع. بس ده انت لو حد قالها لك في الشارع هتقول له ايه ده انت ساحر ولا ايه؟ يعني ايه ادفع 2 جنيه واخد ملايين الدولارات بعد كام سنة؟ ازاي؟ تعالى نادي الزمالك واتعلم، تعالى نادي الزمالك واتعلم ازاي تستثمر فلوسك صح. فانا بشوف استثماري قدام عيني لما هو بيطلع لي في التلفزيون، فانا بتبسط، انا بريح كده دماغي، انا ببقى مبسوط، انا بتفرج وانا بشرب كوبايه النسكافيه ومبسوط. الله، استثماري اهو، استثماري اهو، فلوسي اهي، مشروعي اهو. ده انت صفقه تدرس، الصفقه التي تدرس. فانا بس عايزه اطلع ارد على كلمتين. اولا انت بتقول انه امام عاشور ما رضاش يرد على شيكا عشان هو كبير في السن، خلاص. طيب وقعدت تكبر كلمه ايه كبير في السن كتير. انا بس مش عايزاك تنسى ان انت 31 سنه،
شيكا اللي انت بتقول عليه كبير في السن دوت عنده 37 38 سنه. ما شفتش ابدا راجل ثلاثيني بيتكلم على راجل ثلاثيني انه الراجل ده كبير في السن، وهو اللي لسه بيبي، لسه صغنن، لسه بنجيب الببرونه، لسه صغيرين ما فطمناش. طب خلي الكلام ده يطلع لواحد عنده 22 سنه، 24 سنه، 25 6 27 سنه، لكن تطلع من راجل بالغ عاقل عنده 31 سنه لسه مدي الزمالك ملايين. يا راجل ما ينفعش، ما تطلعش منك ابدا دي. ولكن خليني اقول لك ماشي ان هو راجل كبير في السن وانت لسه نغه، لسه صغير، بتقول اصل انا لسه قدامي 10 سنين. هو انتوا برضو مش احنا لما جينا نعمل صفقه مع عبد الله السعيد قعدت تتريقوا وتقولوا اصل الراجل كبير في السن، اصل الراجل كبير في السن، اصل الراجل 40؟ انت عندك 31 سنه ولسه بتقول عندي 10 سنين تانيين العب فيهم، يعني هتلعب وانت عندك 41 سنه هتبقى لسه نغه؟ مش هتبقى راجل كبير في السن؟ مش بقول لك انت مالك التناقض، تناقض لقطه. بس يجي بقى للجزء الاخر، طلعت قلت ان امام عاشور قال لشيكا في كاس مصر انه انا في حته ثانيه يا كابتن. مبدئيا عشان نكون بس واضحين، كلمه انا في حته ثانيه دي بتاعتك، عشان بس نكون واضحين، هي دي اللي انت اللي بتقولها على طول متعود تقولها. خلاص تمام، خلينا نكون بس متفقين على الجزء ده. تاني حاجه، هل امام عاشور لما يجي يقول له انا في حته ثانيه يا كابتن هيعملها له كده؟ ولا هيطلع يقولها له قدام الكاميرات وقدام الناس عشان ياخد لقطه قدام جماهير النادي الاهلي، وجماهير الاهلي تسقف له وتقول الله ابننا امام، ويطلعوا يكتبوا في الفيسبوك المشطشط الحراق ويحطوا له قرن شطه في الكومنتات، والكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه وبنسمعه على طول منكم ده، اللي هو حافظينه مش فاهمينه ده. طبيعي ان هو هيطلع قدام الجماهير وقدام الكاميرات ويقول لك انا في حته ثانيه، ولكن ده مش معنى اللقاء، مش معنى الكلام خالص، ومش مستنيين نعرف معنى الكلام، ومش مستنيين نعرف ما هو المحتوى، ومش مستنيين نقول حصري اخيرا عرفنا يا جماعه السر اللي مصر كلها عايزه تعرفه، امام عاشور قال ايه لشيكا بلا. كهربا انت دك، مش هقول لك اكتر من كده، انت دك.